الخبير التحكيمي جمال الشريف يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بسبب ركلة جزاء سيراميكا وينفعل على غرفة الفار. شاهد ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز النادي الأهلي على سيراميكا وانتهاء المباراة ومع وجود العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال المباراة، والتي جعلت حكم المباراة يتعرض لهجوم عنيف جدا نتيجة الكثير من القرارات التحكيمية خلال المباراة. وفي تصريح خطير من الخبير التحكيمي جمال الشريف، صرح جمال الشريف وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة بي إن سبورت، وقال: شاهدت الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي وسيراميكا، وهذه المباراة بها العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أرى أن هناك العديد من علامات التعجب لقرارات الحكم وأيضا غرفة الفار في العديد من هذه الحالات التحكيمية. والقرار التحكيمي الذي أصابني بالصدمة هو احتساب ركلة جزاء لصالح فريق سيراميكا خلال الشوط الأول. والغريب في هذه اللعبة أن لاعب الأهلي لم يصطدم بلاعب سيراميكا ولم يقوم بلمس لاعب سيراميكا، وعلى الرغم من ذلك قام لاعب سيراميكا بالسقوط داخل منطقة الجزاء وادعاء الإصابة. وبعدها قام اللاعب وهو يقوم بالاعتراض وطلب من الحكم الحصول على ركلة جزاء. وتفاجأت بأن الحكم رغم أن الفار قام باستدعائه لمشاهدة اللعبة، ورغم ذلك قام باحتساب هذه اللعبة ركلة جزاء. وهذا أمر محزن حقا أن يتم احتساب مثل هذه اللعبة ركلة جزاء. وألوم على الفار لعدم عرض هذه اللقطة من زاوية أفضل تتيح للحكم اتخاذ قرار صحيح، على الرغم أن اللعبة سهلة. وواضح من خلال الإعادة أن لاعب سيراميكا قام بادعاء السقوط، وكان يجب على الحكم إعطاء إنذار للاعب سيراميكا كليوباترا لادعائه في هذه اللعبة. كما حدث أيضا بالأمس أن الزمالك فاز بضربة جزاء غير مستحقة بالمرة. فهناك علامات استفهام كثيرة جدا على الحكام من بداية الدوري المصري الممتاز. من يفوز بهذه المباراة كان لا يستحق الزمالك بالأمس الفوز، واليوم كان يستحق الأهلي الفوز 5-1، لأن ركلة جزاء سيراميكا كانت غير صحيحة بالمرة. وهناك علامات استفهام كثيرة جدا على حكم المباراة الذي لم ينتبه لقرارات الفار بأن ضربة الجزاء هذه غير صحيحة بالمرة. أنا بؤيد جدا قرار النادي الأهلي باستدعاء حكام أجانب أو خبير للتحكيم يكون أجنبي حتى يتيح النزاهة في التحكيم المصري في خلال الدوري المصري.